الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول لكم فعاليات سباقات الهجنة العربية الأصيلة بولاية كسلا بميدان أبو طلحة، أشواط الصغار فئة الفطامين، يوم الخميس 21 إبريل 2016. أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، الآن تتم استعدادات انطلاقة الشوط الأول، والشوط الأول تحدي للفطامين البكار، ومسافة هذا الشوط 1.5 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انطلق الشوط الأول، والشوط الأول للحقائج للفطامين البكار، ومسافة هذا الشوط 1.5 كيلو. على المركز الأول طرب للسيد أحمد بن الزين العمري، ولكن تدخل من 48 اللي هي الداودية للسيد عبد الله بن حسن. المركز الثالث ثاني نيران ياسر ولد ابو 10 هجليدي. المركز الثالث، على المركز الثالث غدوم بشبشل السيد العمدة أحمد بن الزين الصويتي والسلام، ولكن غدوم من رقم 15 اللي هي المركز الرابع. على المركز الرابع اللي هي العاصمة للسيد سليم بن معالج. يا سلام، الله الله الله. المركز الخامس، غدوم المركز الخامس اللي هي فلل السيد عبد القادر القطيفة. يا سلام، وصلت في يا سلام يا سعيد يا بن مصلح يا البازاوي. 500 متر الأخيرة فاجأتنا في 500 متر الأخيرة. يا سلام يا في للسيد سعيد بن مصلح البازاوي العمري. ما شاء الله وتبارك الله، يا صاحبة الإنجازات، صاحبة العوايد، ما شاء الله وتبارك الله. روح يا رايم، رحب روح، ما شاء الله. ياسر ولد ابو 10 على المركز الثاني اللي هي للطانيران، ولكن في للسيد سعيد بن مصلح البازاوي. ما شاء الله وتبارك الله، فاجأتني في الامتار الاخيره اللي هي في للسيد سعيد بن مصلح البازاوي. ما شاء الله يا في. سلام يا ابو مصلح، سلام يا ابو مصلح، سلام يا راي، نرحب سلام على فوز بالمركز الاول والشوط الاول رئيسي للتحدي. المركز الثاني نيران للسيد ياسر ولد ابو 10 الجليدي. المركز الثالث العاصمة للسيد سليم معالج. والمركز الرابع اللي هي تحمل رقم 45 بشايل السيد علي بن نفاعي الكريفي. تهانينا والناموس للسيد سعيد بن مصلح البازاوي على فوز في بالشوط الاول الرئيسي شوط التحدي.